هو انا لما رحت اعمل الفيلم مع رامز بتاع كونغر حبنا، حكالي ان هو طلبني السنه اللي فاتت واتخانق معاهم كتير عشان يجيبوني، وحلف لي ان هو كلموني حوالي 8 9 مرات من اسامي مختلفه وشركات مختلفه وحاجات مختلفه عشان اقع في الفخ يعني. فانا يعني هو بيقول ان انت فقست الموضوع في الاخر وعرفت الموضوع فما جيتش يعني، وان انا السنه دي مش هسيبك وكده. انا بحب رامز جدا على المستوى الانساني، هو واد جدع جدا وراجل جدا، وانا بحبه وبحب ياسر جدا اخوه. فاللي حصل ان السنه دي هم برضو عملوا نفس الحدوته شويه معايا، اتكلموا على ان في مهرجان في المغرب هيكرمني، وقلت له طيب ده امتى والزمن امتى عشان نظبط الوقت عشان عندي تصوير كتير وكده. قالوا لي احنا هننسق مع حضرتك. وبعدين لقيت حد بيكلمني بيقول لي بخصوص المهرجان اللي حضرتك رايح تكرم فيه عاوزين نتكلم في البادجت. فرحت ضاحك قلت له عمري ما شفت حد رايح يتكرم بيكلموه فلوس الا لو في جايزه ماليه يعني. ففقدت الموضوع برضه من ساعتها وقلت ده الموضوع رامز جلال. فكلمت حد، بنت صديقتي يعني مسؤوله في البرنامج، قلت لها خشوا لي دغري انا في الحاجات ديت يعني، يعني خشوا لي دغري وقولوا لي. فقالت لي هو رامز وبتاع، ففهمت. بس هم كانوا لغايه اخر لحظه ما بيحكوش ايه اللي هيتم في الحلقه.